ازيكم؟ مساء الفل على عيونكم. اخر سيشن معانا في كورس الديجيتال ماركتنج. اتبسطت خالص بوجودكم معايا طول الكورس، واتبسطت ان اكتر من الناس اللي كانت متابعة وكانت بتسلم التاسكات اول باول. ويا رب يكون ان انا افدتكم، واتمنى ان في اي وقت حد فيكم حب يسأل على حاجة يتواصل معايا. هتلاقي رقمي، ادخلوا وكلموني وان شاء الله نحل اي مشكلة بتواجهكم لحد ما تعرفوا ان انتوا تشتغلوا وتعتمدوا على نفسكم، وانا كآلاء اكون مبسوطة جدا منكم. النهاردة هناخد جوجل اناليتكس. بعد ما خدنا كل الاعلانات عايزين ان احنا نعرف نحلل البيانات الخاصة بينا. يعني ايه جوجل اناليتكس؟ او بمعنى صح بنستخدمه فين؟ جوجل اناليتكس هي من الادوات اللي بتحلل البيانات، بتجمع وتحلل، وكمان مجانية بالنسبة لنا فبنقدر ان احنا نستخدمها. يعني بتعرفنا سلوك العميل، سلوك المستخدم من اول ما دخل، قعد قد ايه، عمل ايه، هل اشترى ولا دخل بس. فبتفهمنا كل حاجة. يعني ببساطة بدل ما تسوق بعينك بتسوق بأرقام حقيقية. يعني أنا ببقى فاهم التقارير إن منتج كان عليه الإقبال أكبر، إني فاهم كانوا بيدخلوا ويسكرولوا على طول وبيطلعوا ولا لأ. فهو جوجل اناليتكس معمول لكده. يعني بمعنى صح بيعرفنا، بيجاوب لنا على بعض الأسئلة: مين دخل وسنه والبلد الخاصة بيه. مين دخل والسن والبلد وكل حاجة، والجهاز كمان المستخدم وجايين منين. بتعرف لنا السيرش، بتعرف لنا لو هنعمل اعلانات مدفوعة. بمعنى صح بتفهمنا حاجات كتير. ودي بتكون علامة الأمان اللي بتكون فوق لما نعمل سايت وبعد كده نعمل جوجل اناليتكس. لما HTTP، ودي معناها البيانات مشفرة محدش يقدر يشوفها. طيب عايز أسأل سؤال: طب أنا هحط إيه على جوجل اناليتكس؟ هحط موقع ويب، هحط سايت. يعني ما ينفعش أجيب لينك فيسبوك أو واتساب أدخله. أنا عايز أعمل سايت ليا علشان أشوف مين اللي مهتمين ومين اللي مش مهتمين، وابتدي ان انا اتعامل معاهم، اعرف هما بيتفاعلوا ولا بيخرجوا بس، وبيكملوا ولا بيطلعوا بسرعة، بيشتروا ولا مجرد ان هما بيشوفوا. وطبعا في مصطلحات كتير مهمة ولازم نعرفها، فانا برضو هبعتها لكم ان انتوا تشوفوها وتقروها عشان تفهموا مصطلحات كتير زي عدد الاشخاص، كل زيارة اسمها ايه، وعدد مرات المشاهدة، مدى التفاعل. كل ده لازم ان احنا نبقى عارفين مصطلحاته عربي ومصطلحاته انجليش عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي. طيب جوجل اناليتكس بتمشي ازاي؟ جوجل اناليتكس عبارة عن تراكنج كود. يعني انا دلوقتي بعمل كود بيتحرك، ببقى فاهمة البيانات بتتبعت لجوجل فبتتحول لتقارير ورسوم بيانية، فانا باخدها واحلل. وهي شغالة دلوقتي GA4. GA4 ده النظام الجديد او النسخة الجديدة من جوجل اناليتكس اللي بقت شغالة عليه حاليا. يعني بدل ما يركز على الصفحات بقى بيركز على الايفنتس. يعني هو بيركز على الاحداث اللي بتحصل، كل كليك، كل سكرول، كل اد، كل اكشن بياخده، كل فيديو بلاي، كل حاجة بتتعمل في الموقع بياخدها وبيعرف يعملها كتحاليل. وطبعا في كذا نوع من التقارير بيوضح لنا مين دخل، بيوضح لنا المصادر، وهبعت لكم برضو اساميها عشان تبقوا فاهمين ماشيين ازاي. بيوضح لنا ايه اللي خاص بالمبيعات، وهل الزوار هيرجعوا لنا تاني ولا لا. يعني كل واحد بيدخل الموقع ويشوف المنتج هو يشتري ولا لا، بيرجع لنا ولا لا. ان هو بيعمل لك تقارير، وليكن في 1000 دخلوا، 500 شافوا المنتج، 100 اضافوا المنتج للسلة او اشتروه، 20 اشتروا. وهم المشكلة واضحة فين؟ هنا المشكلة واضحة
ان هي في الاقناع. يعني ايه الاقناع؟ ان في 1000 دخلوا الموقع، في 500 منهم شافوا المنتج بس انا ما عرفتش اضيفهم، ففي الاخر في منهم بس 20 اللي اشتروا. فانا ببقى فاهم هل العميل ده اشترى بسبب اعلانات، وكمان بعرف هل العميل ده اشترى بسبب اعلانات الفيسبوك ولا سيرش جوجل ولا انستجرام. يعني انا اناليتكس بيحدد هو مين فعليا اللي جايب العميل. وده مهم في ايه؟ ان انا هوزع ميزانية الاعلانات على الحاجة اللي بتجيب لي كلاينتس اكتر. يعني لو اعلانات الفيسبوك هي اللي بتجيب لي اعلانات، بتجيب لي عملاء اكتر، فبالتالي انا هروح اسوق على فيسبوك اكتر. فانا بمعنى صح كمان بيساعدني ان انا احسن الاعلانات المدفوعة، واعرف افضل محتوى، وافهم سلوك العميل اللي لما نتكلم عليه من اول الكورس، ان انا عايزة افهم سلوك العميل واحسن تجربة المستخدم اللي هي اسمها يو اكس. بحسنها، بخليه يفهمني وافهمه واشده. افهم ان انا احسن الاعلانات، افهم ان انا احسن الكونتنت، افهم ان انا احسن واجيب ناس بتعرف تقنع العميل. ففي اخطاء هقول لكم عليها في الاخر بعد ما نبتدي ان احنا نعمل السايت. هقول لكم على الاخطاء اللي بنحاول ان احنا نقع فيها. اول حاجه ان انا لا اما اعمل سايت مجاني من على جوجل، لا اما ان انا اعمل سايت بفلوس. طبعا احنا حاليا لما بنتعلم فنتعلم على كرييت ويب سايت بشكل مجاني. شايفين؟ لو فاكرين اللي كنا بنعمله على كانفا كان بسيط جدا. ده زي ان احنا ما بنكتب عنوان الصفحة وليكن هنخليه طبعا احنا بنظبط الويب سايت، ما بنسيبش الويب سايت بهذا الشكل، لا ده احنا بنظبطه وبنحط الصور. بنبتدي ان احنا نحط النص، بنحط صور بنضيفها ونحملها. بنبتدي ان احنا نعمل صفحات علشان هو لو ناس بتبقى طالبة حد يعمل لها سايت على جوجل لبس، فانت محتاج تعمل سايت فيه كل حاجة، في تي شيرت وفي الكونتنت وفي شكله وفي شكله على الموديل لحد ما يطلع في الاخر خالص. وطبعا هنا بتتدرج الالوان براحتك، وتدرج الالوان مش بنفسنا، لا بيكون على حسب الفيجوال بتاعنا، الهوية البصرية بتاعتنا شكلها عامل ازاي. فانا الموضوع في السايت بسيط جدا، مجرد ان انا بدوس ان انا اعمل سايت، وطبعا صورة كل صورة منظمها بشكل. ابتدي ان انا هنا احط الكابشن مناسب، وممكن ان انا احط صورة واغير نوع العنوان، وابتدي ان انا اعمل سايت بشكل حلو جدا على جوجل. ايا يكن الحاجة اللي انت بتبيعها، سواء فاشون، سواء هيلسي، سواء مطاعم، سواء ان انت عايز تعمل لنفسك حتى كجرافيك ديزاين، الموضوع بيكون بسيط جدا ان انت بتبتدي تعمله وتنظمه. وصراحة قمة الانبساط بعد ما تعملوا السايت وتتفرجوا عليه، او حد يطلب منكم سايت ويديكوا الصور وتبتدوا ان انتوا تتفرجوا وتحس ان انت مبرمج كده. يعني ما شاء الله عليكم وانتوا بتقلبوا كده ان انا وصلت اعمل سايت ناس تشتري منه وناس تتفرج عليه، وكمان مربوط بجوجل اناليتكس. يعني تحس ان انت دماغك بقت عالية. خلينا منطولش علشان ايه نبتدي ندخل عليها. عرفنا كل حاجة بتتعمل ازاي. الموضوع بسيط، ان انت بتدخل ومن هنا بتبتدي ان انت تشوف العنوان الخاص بيك ان هما بيقدروا يستخدموه. بتحط صور، فبتعرف تستخدم كل حاجة من الحاجات دي، وبتشوف الصفحات بتاعتك في الاخر وتدوس على اهم كلمة نشر. لما دوستش نشر مش هتعرف تعمل جوجل اناليتكس، لان انت اساسا السايت بتاعك مش هيكون نزل على جوجل. فبندوس نشر، ممكن ان انت تحط العنوان الويب بتاعه الخاص بيك. شايفين هنا تقعدوا تتفرجوا عليه، يعني هتبقى حاجة روعة الروعة. لو ما تشوفوه هتحس ان شكله جميل خالص، وخصوصا الناس اللي عملت يعني على كانفا او فوتوشوب او عملته على بهاينس لما كنا بنطبق.
كنا بنقعد نتفرج على السايت. انا حتى الان بتفرج على السايتات اللي عملتها معاكم، وشكلها على انها كانت معمولة سريع، ما خدتش دقيقتين 3، ولكن كان شكلها حاجة جميلة. بنبتدي ان احنا ناخد الرابط الخاص بينا علشان هنحتاجه. نرجع تاني من على جوجل ونجيب جوجل اناليتكس، سيشنز للناس تانية او كورسات تانية، ما علينا. هنبتدي ان احنا ندخل برضو هنا اي كي وندوس كرييت. بهذا الشكل، فبتدخل اسم، بتدخل تفاصيل الحساب الجديد اللي انت عايزه او اسم الحساب اللي عايز تعمل صح على هنا الاحصائيات والى ما ذلك، وتدوس التالي. بتاعك اسم الموقع اللي هو اسم الخاص بيك برضو، فبتبتدي ان انت تحدده. بنحدد البلد الخاص بينا، والدولار الامريكي بنسيبه لانه اسهل في الاستخدام. بتبتدي ان انت تشرح تفاصيل المؤسسة. هل المؤسسة بتاعتك دي تابعة لإيه؟ طبعا احنا هنا هنختار وظائف وتعليم. هل هي صغيرة ام متوسطة؟ فانا هختار هي متوسطة، يعني هي اكبر من 11 موظف بس اقل من 100 موظف، وانت بتختارها على حسب الفئة اللي انت شغال فيها. هبتدي ان انا اختار اهداف النشاط التجاري، او انا ليه بعمل سايت وليه بعمل على جوجل اناليتكس تقرير. فانا عايز احنا هنا مش عايزين نجذب العملاء، احنا عايزين نفهم زيارات الموقع الالكتروني الخاص بينا والتطبيق، يعني احنا عايزينه يساعدنا بمعنى اصح. لا، تدوس اوافق عادي جدا وتكمل. طبعا بتختار الحاجة اللي بتستخدمها، يعني الايفون ويب عشان احنا فاتحين من على الويب. تيجي للحتة المهمة، الويب سايت. بيقول لك عايز الويب سايت الموقع الالكتروني الخاص بيك. طبعا انت مش عامل ويب سايت، فانت كده مش هتعرف تعمل جوجل اناليتكس. بيقول لك ان انت هتشوف، خلينا نوريها لكم، مشاهدات الصفحة ومرات التمرير والنقرات، وكمان في 4 مزايا تانية هتقدر تشوف البحث على موقعك والتفاعل مع الفيديو اللي بتنزله، وعمليات تنزيل الملفات لو حد بينزل من عندك، والتفاعلات. فكل الحاجات دي انت هتعرفها منين؟ من جوجل اناليتكس، يعني كل دي مزايا. فاحنا قلنا احنا طبعا واخدين بوست للويب سايت، وليكن ايه كرييتيف اكاديمي اختصارا دلوقتي يعني. ونبتدي ان احنا ندوس انشاء ومتابعة. تمام كده، هو الموقع بتاعنا على جوجل اناليتكس جاهز. فبندوس التالي وندوس تيست علشان يفتح لنا بقى، ونبتدي ان احنا لما اشوف على موقعي ببتدي ان انا اشوف، هيطلع لك كل حاجة هنا، هتفهم كل حاجة. ادي التقارير، حتى سلوك المستخدمين والمبيعات، كل حاجة بتفهمها من جوجل اناليتكس. فبتفهم كل المستخدمون اللي حصل في اليوم الخاص بيك. بتبتدي ان انت تشوف التقارير على اخر شهر، اخر اسبوع، على اخر سنة، بتفهم كل حاجة. فبيكون معاك تجربة يومية لها. تبتدي ان انت تشوف هنا طبعا كل حاجة فاضية، لان احنا ما ضفناش حاجة، حتى الموقع عاملين منه كراك كده، يعني ما فيهوش اي شيء. ولكن بتيجي عند التقارير وبتفهم كل شيء، وبيكون معاك ان انت فاهم كل حاجة في الموقع بتاعك. طيب كنا بنقول ان في اخطاء لازم ان احنا نتجنبها. زي ايه؟ زي ان انا اركز على عدد السيارات بس، وما فهمش باقي المعادلة. ما فهمش الناس داخلة تدور على ايه، الاقناع فيه، ما حللش الارقام اصلا.
كمان ان انا عدم متابعة التغير يوم بيوم، يعني اسيبه شهر وارجع له تاني. طيب ما ممكن يكون في يوم في حاجة زيادة عن حاجة تانية تلفت انتباهك وتخليك تغير في السايت الخاص بيك او تغير في اللي شغالين فيه. ما عنديش جولز واضحة للسايت بتاعي، مثلا سايت عشوائي وعامل جوجل اناليتكس بس ما عنديش حاجة معينة انا متابعها علشان افهم واحسن. يعني انا لو عندي متجر، لو يكن عندي متجر الكتروني تمام، وقبل التحليل انا مش عارف، قبل ما احلله مش عارف ليه ما فيش مبيعات، انا مش فاهم ليه ما عنديش مبيعات. فلما بعمل تحليل بكتشف مثلا ان 80 من الزوار من الموبايل. طيب الموقع بتاعي تقيل وكبير على الموبايل، فابتدي ان انا بخسر مبيعات كبيرة بسبب ان كل اللي بيجي يحمله بطيء جدا فبيطلع. فابتدي ان انا اشوف احسن في موقعي ازاي بحيث يكون سريع على الموبايل، فابتدي ان هو يفتح. فجوجل اناليتكس مش مجرد اداة، دي هي بتخليك تفهم العميل من غير ما يتكلم معاك، وبيديك قرار تسويقي مهم بيغير شغلك. فانت لو حابب تفهم شغلك ولو حابب فعلا تكون ماركتير شاطر لازم تبقى فاهم تقارير جوجل اناليتكس. لحد هنا يكون انتهى الكورس بتاعنا، وتكون انتهت كل حاجة في الجوجل ماركتينج. وأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بشكل كبير وتكونوا فهمتوا كل حاجة وحتى السايت. واكون مستنية ان انتوا تعملوا سايت وتعملوا اعلانات ممولة وتيجوا توريني التقارير في يوم ان هي نجحت معاكم، وان انتوا فتحتوا سايت خاص بيكم وابتديتوا بيزنس سمول بيزنس خاص بيكم. يعني دي حاجات هتبسطني جدا. اشوفكم ان شاء الله في كورس جديد مع AK Creative Academy. وكمان اتمنى ان انتوا تدعمونا كشركة دعاية وتسويق، لان احنا بنفتتح مكان جديد كأكبر، ونفسنا نوصل ان احنا نكون اكبر شركة دعاية وتسويق موجودة في الوطن العربي وليس في جمهورية مصر العربية. فأتمنى ان انا اشوف دعمكم. باي.